منهج البحث يعني اعتقد احنا راح نمثل العمليه الاكاديميه بشكل مباشر، والواقع هو العمليه الاكاديميه حاليا تعاني من هذا الخلل باعتقادي، ولا سيما بعلم الاجتماع. هناك 3 مرتكزات اساسيه اذا ابتعد عنها قسم الاجتماع او علم الاجتماع ليس علما للاجتماع. هذه المرتكزات هي طرق البحث، يعني يجب ان يربى طالب على طرق البحث اولا، والنظريات الاجتماعيه، ثم السلوك الجمعي او ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي. هذه 3 باعتقادي الاساسيات اللي يجب ان يبنى عليها الطالب. طيب نجي على طرق البحث اللي هي طبعا عديده، منها منهج البحث وادوات البحث والفرضيه وما الى ذلك. وغالبا ما الطالب يجب ان يبني اطار المنهجي. الفرضيه جزء اساسي من بحوث علم الاجتماع وليست الانثروبولوجيا. والفرضيه مثل ما معروف يعني هو على نوعين: اما ان تكون فرضيه سببيه، أي أن هذا يسبب كذا، يترك أثرا بكذا، أو أن تكون فرضية تزامنية، أن هناك مصاحبة بين هذا الأثر وهذا الأثر. هذا موضوع أكاديمي يعني ماكو داعي نسمع. التاريخ دائما يبتعد عن الفرضية. لماذا؟ لأنه يتناول حوادث سابقة. علم الاجتماع دائما يحاول يبني المستقبل، يستقرأ المستقبل من خلال ماذا سيحصل لهذه الظاهرة، ولهذا يبني أدواته، يبني تقنياته، يبني بحوثه على أساس الفرضية كي يصل إلى نظرية. النظرية أكثر عمومية من الفرضية وأكثر صحة. طيب اللي ألاحظه أنه يعني نظرية ابن خلدون من الممكن أن نقول نظرية ماكيفر من الممكن أن تكون نظرية وصلت إلى حد معين اختبارها من عدة فرضيات. فالوردي كان يبتعد عن الفرضيات ويعتمد على شنو؟ يعتمد على حالات خاصة، مو على تعميم عام. يعني هناك واحد بالقهوة بحدث معين ويبدي يعمم باعتبارها هي تمثل ظاهرة اجتماعية. هذه في علم الاجتماع الواقع غير مقبولة. طيب دكتور، خلي انتقل وياك المحور اخر. يعني نعم. واحده من اراء الوردي بان ربما بنهايه الدوله العثمانيه بنهاياتها نعم. ادى الى تفكك الدوله، اهمال القانون ادى الى لجوء المواطن الفرد العراقي الى العشيره. نعم. وبالتالي هذا اثر على النسق المدني في المدينه العراقيه. نعم. هذه الحاله نعم. تتكرر الان؟ اكو عندنا لجوء الى النسق العشائري، نعم. الى القرابه، ويعني تفكك للنسق المدني داخل المدينه العراقيه. طبعا المرحوم الودي كان مصيب جدا في هذا الموضوع بالضبط. وهذا يعني يعالج على النحو التالي: انه اللي يتحكم بالسلوك الانساني هو ضابطين: الضابط الخارجي والضابط الداخلي. ممثلا بالدوله الضابط الخارجي والضابط الداخلي ممثل بوسائل الضبط الداخليه اللي هي الاخلاق والعرف اللي تتبنى الاسره ثم العشيره ثم الجماعه. بالتاكيد اذا ضعف الضابط الخارجي اللي هو قانون، وتصادف هذا مع ضعف الضابط الداخلي اللي يمثل بالأسرة والعشيرة، بالتأكيد الإنسان والجماعات الاجتماعية تلجأ للاستعانة بمظاهر الضبط الداخلي. هذه مسألة طبيعية، وهذا يصاحب عادة عندما يضعف تأثير الدولة بشكل عام، بحيث قوى الضبط الخارجية تكون ضعيفة في التأثير على الفرد، ولهذا يلجأ الفرد إلى الجماعات المرجعية الأخرى ممثلة بالعشيرة أو الطائفة أو الأسرة. وباعتقادي أنه العراق خاصة، يعني إذا استخرجت تاريخه، مر بهذه الدورات كثيرا. يعني مر في دورات شهد تعاظم لدور الدولة، وبالتالي توافق بين وسيلة الضبط الخارجية ممثلة بالدولة أو القانون ووسائل الضبط الاجتماعية، وافتراق بين هاتين الوسيلتين. باعتقادي بالوقت الحاضر نحن نشهد نوع من تراجع الضبط الخارجي على حساب الضبط الداخلي. هل دكتورة لاهاي رأيك نشهد فعلا الآن المدينة العراقية تعاني من التفكك؟ الآن هناك رأي يقول بأن المدينة العراقية أقرب إلى القرية منها إلى المدينة، كيف تعلقين؟ يعني نستطيع أن نقول أنه ربما بالتأكيد يعني صار تفكك، صار هجرة وتأثير الجماعات المتعددة يعني. وهذه مأخوذة من فكرة علي الوردي بصراع الحضارة والبداوة يعني. وفيما بعد طبقها على المجتمع العراقي المعاصر، وتكلم من خلالها على أثر هجرة الريف إلى المدينة وتأثير ثقافة الريف على المدينة وما ذاك. الآن
في تعضيد يعني حكام فاسدين أو أوضاع فاسدة، أو بالعكس أقاموا ثورات كما حصل في ثورة العشرين وهكذا. فهذا هو دراسته. يعني هو يعني بشكل عام أنا نظرتي إلى الوردي أنه ظاهرة اجتماعية، ظاهرة مكررة للكتاب في ذلك الزمن. أخذ المنفلوطي، أخذ أي واحد يكتب في الاجتماع، يكتب في الفلسفة، يكتب يعني في ظاهرة الأدب. عامة تمثل هذول ناس، هذول ناس. آسف على المقاطعة دكتور، نعم. وقت البرنامج انتهى. في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ الدكتور حسام الدين الآلوسي أستاذ الفلسفة كلية الآداب جامعة بغداد، والدكتور كامل مراتي أستاذ الدراسات الاجتماعية في الجامعة المستنصرية، والدكتورة لاهاي عبد الحسين أستاذة علم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد. أعزائي المشاهدين، لا نزال نستقبل الآراء والملاحظات على العنوان الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. تحية لكم وإلى اللقاء.